ده أول فيديو من سلسلة فيديوهات رمضان. هنعمل مع بعض أفكار كتير قوي الفترة الجاية. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، ورمضان كريم عليكم جميعا. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان نوصل ل1000 مشترك مع بعض بإذن الله. واكتبوا لي كمان في الكومنتات محتاجين أفكار ايه نعملها سوا. يلا بينا نبدأ مع بعض. للفكرة دي بقى أنا جبت قطعة فوم جليتر، استخدموا اللون اللي انتوا تحبوه. وهجيب كمان طبق مناسب لحجم الهلال اللي احنا عايزين نعمله. هحط الطبق على ظهر الفوم وهعمل عليه دايرة كاملة كده. بعدين بقى هحرك الطبق شوية وهعمل نص دايرة بس. وكده خلاص عملنا الهلال. هنفرغه بقى بالمقص. بعد كده هجيب قطعة كرتون وهحط عليها الهلال وهحدده. انا استخدمت كرتون علشان الهلال بتاعي يكون متين شوية. لكن انتوا لو مش عايزين تستخدموا كرتون ممكن تستخدموا طبقتين من الفوم وهيكون كويس برضو. كده بقى بعد ما حددت الهلال على الكرتونة هفرغه بقى بالمقص، وممكن كمان تفرغوه بالقدر زي ما تحبوا. بعد كده انا جبت قطع من القماش وهقصها زيهم علشان هغلف بيها الكرتونة من الظهر. هشيل بقى قطعة القماش دي في الاخر عشان هلزقها في اخر خطوة. هنبدأ نلزق الهلال على الكرتونة بالشمع بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هجيب بقى شرايط ستان أطوال تكون مختلفة. أنا استخدمت اللون الأبيض، استخدموا اللون اللي هيكون لايق على الألوان اللي انتوا استخدمتوها. وقصيت دواير ونجوم من الفوم هثبتها على شرايط الستان. هلزق بقى النجوم الصغيرة دي في النجوم الكبيرة بالشكل ده. بعد كده هرتب الدواير والنجوم على شرايط الستان. ده كده شكلها بعد ما رتبتهم. هبدأ بقى أثبتهم بالشمع. الخطوة اللي بعد كده هنلزق الشرايط في الهلال. أنا رتبتهم بالشكل ده وهثبتهم على الهلال من فوق كده. هنعمل بقى علقة من الستان وهنثبتها فوق كده من الظهر. آخر خطوة بقى هجيب الهلال القماش اللي احنا قصيناه في الأول وهنغلف بيه الظهر كده علشان يكون التقفيل بتاعي شكله نضيف. وبس كده فكرتنا خلصت. شكلها مبهج جدا، جربوها بالألوان اللي انتوا تحبوها وقولوا لي ايه رأيكم. للفكرة دي بقى أنا جبت الطارة دي، وهنحتاج كمان شريط ستان. ممكن نستبدله بخيط ونلفه على الطارة كذا مرة علشان يكون عريض. بعد كده هثبت شريط الستان في نص الطارة بالشكل ده وهلزقه بالشمع. أنا كنت طابعة صور لرمضان، اخترت منهم الصورة دي كان مكتوب عليها رمضان يجمعنا. هلزقها في نص شريط الستان بالشكل ده. لو مش حابين تستخدموا صورة ممكن تكتبوا بالفوم كلمة رمضان وتثبتوها على شريط الستان. بعد كده هعمل علقة من شريط ستان رفيع، وممكن كمان نعملها بأي خيط متوفر عندكم بدل الستان.
هي كده خلاص خلصت. آخر خطوة بقى دي اختيارية، أنا جبت الورد الأبيض ده وهلزقه في الجناب بالشكل ده. ممكن تلزقوه من فوق وتحت عادي حسب ما تحبوا، أنا حبيت ألزقه في الأجناب. وبس كده هي خلصت. فكرة سهلة وجميلة، مش هتاخد وقت خالص. وكل سنة وانتوا طيبين وبخير يا رب. لو لسه بتتفرجوا على الفيديو قولولي بتتابعوني منين، واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله.